السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة الله. لأول مرة تشوفيني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصلك مني كل جديد. عايزة أقولك النهاردة الفيديو تحفة، الفيديو هيعجبك جدا جدا. عملنا السمبوسة اللي هي ما شاء الله بقى تحفة كده، ما شاء الله السمبوسة البيتي الأصلية، العجينة الأصلية بتاعتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله من النهاردة مش هتنسي همها أبدا. عملت كمية حلوة أوي أوي من 4 كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق هتطلعي الكمية دي كلها، عايزة اقولك هتكفيكي رمضان وغير رمضان كمان. ما شاء الله ما شاء الله، تحفة يا جماعة. شايفين العجينة هشة وخفيفة قد ايه؟ شايفين ما شاء الله، طريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله تعجبك بإذن الله. ادخلي بس معايا القناة وفعلي الجرس لو لسه طبعا ما دخلتيش معايا، نوريني كده باشتراكك يا قمر عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. شايفه السمبوسه رقيقه وحلوه قد ايه، وعايزه اقول لك طريه جدا طريه جدا جدا، يعني هتعجبك ان شاء الله. شايفين الكميه يا جماعه؟ الكميه تحفه يا جماعه، الكميه كتير جدا جدا. ان شاء الله هنفرزها كده مع بعض، وان شاء الله نطلع منها بقى كده ايه في رمضان اللي عشنا وكان لنا عمر، يعني اللهم إيه ان شاء الله باذن الله يعني لحد رمضان. شايفين الطريقه بتاعت السمبوسه بتاعتنا او طريقه التشكيل بتاعتها سهله جدا وبسيطه. شايفين ايديا باينه منها ازاي، وكلها بسم الله ما شاء الله مقاس واحد، وطريقتها سهله جدا جدا. انا عاملاها معاكم قبل كده برضو على القناه بس من فتره، وقلنا نعملها كمان الايام دي بقى عشان خاطر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ما نستغناش عنها بقى على سفرتك كده او على طبليتك. المهم انك هتعمليها مش هتستصعبيها ابدا ابدا باذن الله. طلعت لي كميه تحفه يا جماعه، كميه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفاها. اول حاجه كده يلا نصلي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ندخل ونشوف على طول المقادير بتاعتنا مع بعض على طول. اللهم صل على النبي. بصي بقى المقادير بتاعتي ايه. انا معايا 4 كوبايات من الدقيق زي ما انت شايفين. بصوا هم يعتبروا الكوبايات بصراحه 5 كوبايات دي، لان انا زودت بعد كده كوبايه تدريجي كده، فيبقى معايا 5 كوبايات من الدقيق. هنزود عليهم ايه؟ رشه ملح صغيره، رشه ملح صغننه خالص زي ما انتم شايفين كده. وهضيف كمان، انا بحب اضيف يا جماعه اي عجين او العجين ده خل، معلقه خل بس اهيت، معلقه كبيره كده. الخل يا جماعه بيفتح لون العجينه قوي وبيدي هشاشه للمخبوزات، بتبقى تحفه كده. زودت معلقه الخل، وبعد كده بقى نزلت بالميه الفتره بتاعتي. انا مخليه الميه دي فتره يا جماعه، مدفياها كده على البوتاجاز عشان خاطر طبعا الجو برد. وهبدا بعد كده الم العجينه بتاعتي. طبعا دولت كانوا 4 كوبايات من الدقيق، بس العجينه طلعت لينه معايا شويه، فانا زودت لها تدريج كده شويه دقيق بشويه دقيق. يعني قولوا توصلنا لكوبايه 5 اهو، بقوم 5 كوبايات من الدقيق. عايز اقول لك 5 كوبايات دولت هيعملوا لك كميه سمبوسه بسم الله ما شاء الله يا جماعه زي العسل. بصوا بقى، في ناس بتقول عليها سمبوسه وفي ناس بتقول عليها سمبوسك، فزي ما تسموها يعني. بعد خلاص انا عجنتها عجنه حلوه كده ما شاء الله. بدات نزلت بمعلقه زيت كبيره، وهبدا اعجن فيها تاني لحد لما العجينه معايا تنعم خالص وتبقى قوامها ملمسها ناعم كده. عجينه السمبوسه يا حبايبي بتبقى لابسه يعني مش طريه قوي، علشان نعرف نشكلها وعشان هنحط الطبقات فوق بعض ما تلزقش مننا. فانا همسك بقى ايه العجينه بتاعتي، هبدا ايه اشكلها حلو او اعجنها عجنه حلوه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اهي العجنه اتعجنت معايا لحد لما نعمت وبقت معايا بسم الله ما شاء الله عسل تحت ايدي كده، طريه وزي العسل. هي مش طريه انها بتلزق في ايدي، لا والله الطراوه بتاعتها حلوه قوي قوي. هي دي الطريقه بتاعتها المظبوطه. خلاص نعمت معايا وبقت جاهزه وزي الفل. هنبدا بقى نشكلها. جبت بقى طبق كده او على الرخام على اي حاجه، ورشيت رشه دقيق، وهبدا اقطع العجينه بتاعتي. هنحاول نقطع العجينه كلها مقاس واحد زي ما انتم شايفين كده. بصوا قد السفندايه كده المتوسطه يعني ايه. إيه انا مش عايزاها تبقى تكون كبيره قوي. بصوا التقطيع ده على حسب ما انت حابه، لان عشان تفردي معاكي، فانا مش بحاول ان اقطعها كبيره قوي او بخلي التقطيعه كبيره علشان اعرف افردها واعرف ارقها حلو. ما شاء الله طلعت يا جماعه تحفه. والكميه دي بسم الله ما شاء الله هترمي معاكي كميه حلوه قوي. إيه تعمليها بقى تفرزيها، طبعا بتبقى حلوه قوي، بتبقى من المقبلات الحلوه قوي على في رمضان كده. تحشيها بقى باللحمه المفرومه، تحشيها جبن، إيه تحشيها، وكمان ممكن تحشيها مكسرات وتقليها وتسقيها شربات، بتبقى تحفه. ان شاء الله باذن الله هنعمل شويه كده وشويه كده في رمضان بقى، عليكم بخير. ربنا طل احيانا كده يعني وطال في عمرنا ان شاء الله لحد رمضان.
كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ونعاد عليكم يا رب الأيام وعلى كل حبايبكم بالخير يا رب. اللهم آمين. ينعاد عليكم وعلى كل حبايبكم، وتبقوا كده في سعادة وفي هنا دايما مبسوطين يا رب. اللهم آمين. ورب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم آمين يا رب العالمين. ما شاء الله أنا طلعتهم يا جماعة. بصوا، حوالي تقريبا كده 13 تقطيع، لان انا هعمل كل واحدة 4 تقطيعات، والاخيرة هعملهم 5 على بعض. هعمل كل 4 على بعض، هعمل 2 4 على بعض واسيبهم إيه يرتاحوا، والاخيرة هيبقوا 5 هعملهم على بعض كلهم. سبتهم طبعا علشان خاطر يرتاحوا، لازم نسيبهم بقى يرتاحوا كويس. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ طبعا انا هفرد على نشا يا جماعه. النشا بتدي قرمشه حلوه كده للسمبوسه بتاعتنا، وبتبقى حلوه قوي. طبعا جبت شويه زيت كده في بوله معايا اهيت، وبدات جبت الكوبايه ديت، الكوبايه المعلقه دي حاطه فيها نشا، وهبدا بقى ايه افرد زي ما انتم شايفينها كده. انا هخليها مدوره كده، ايه يعني مش كبيره قوي. هعمل كل زي ما قلت لكم، هعملهم 4 تقطيعات. هبطط الاول 4 كده قبل ما ايه ما افردهم معاكم، وهوريكم دلوقتي. هعمل كل واحده 4 زي ما قلت لكم، ويتفضل 5 احطهم على بعض برضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو مش مشتركه معايا يا حبيبه قلبي كده، اشترك وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش طبعا تصلي على رسول الله في الكومنتات كده، وتثبتي حضورك معايا. بصوا زي ما انت شايفه ما شاء الله انا عملت 4 همت. هبدا بقى اجيب الزيت بتاعي زي ما انت شايفه اهو، وادهن بقى اول واحده كده بالزيت، وهنرش رشه من النشا. طبعا انا نسيت، بس انا هفتكر دلوقتي وهرجع اشيلها تاني، وهحط نشا على طول. انا كنت ممكن ما اقولش يعني الحته دي افصلها وانا كده، بس انا قلت لا، هتبقى عادي معاكم خالص. زي ما انتوا شايفين، قمت حاطه رشه نشا برده، وقمت حاطه العجينه بتاعتي. طبعا كلهم بيبقوا مقاس واحد على قد بعض كده، وبحط زي ما انت شايفه اهو بالفرشه بقى معايا كده. وطبعا رشه خفيفه من النشا، ونحطها طبعا الزيت يا حبيبتي عشان يساعدنا على التوريق. اهو دولت 4 طبقات فوق بعض، وهركنهم. وهعمل كمان بنفس الطريقه 4 برضو على بعض. هما جم بسم الله ما شاء الله معايا 13 تقطيعة. عملت 4 و4، والخمسة اللي فاضلين عملتهم على بعض. هشكل برضو بنفس الطريقة 4 كده. زي ما انت شايفه بسم الله ما شاء الله تحفه يا جماعه. العجينه حلوه قوي. بصوا انا عايزه اعمل لكم عجينه الجلاش. ربنا يقدرني بس لو لحقت اعملها يعني اليومين دولت قبل رمضان يعني ان شاء الله. والله انا نفسي اعمل لكم حاجات كتير قوي، بس معلش اعذروني والله. مش عارفه بقى مشاغل كده اهوت، ونفسي اعمل حاجات كتير قوي قبل رمضان. بس والله اللي هلحق اعمله هعمله يعني، فربنا يقدرني ويقدرني كده، وابدا اعمل الحاجات اللي نفسي اعملها يعني. طبعا ديت عجينة السمبوسة. انا كنت برضو ناوية ان اعمل عجينة الجلاش اليومين دول، فربنا يقدرني كده ونلحق نعملها قبل رمضان يعني ان شاء الله. وحتى لو ما عملتهاش قبل رمضان هعملها برضو في رمضان باذن الله كده في يوم في وصفة، وهنزل لكم الطريقة. برضو عجينة حلوة قوي. هتغنيكي بقى انك تروحي تشتري لفة الجلاش بقد كده غالية قد ايه. ما بتعملش حاجات بسيطة علشان تعملي صينية جلاش كده، بتشتري لك لفتين 2. انا كده عملت 2 اهمت، عملت دولت 4 زي ما انتوا شايفين، وتفضل 5 اعملهم. بسم الله ما شاء الله انا كده عملت الثلاث تقطيعات بتوعي اهوت. وطبعا سبتهم يرتاحوا شويه. هجيب اول واحده عملتها خالص وهبدا افرد فيها. هبدا بقى ابططها كده وافردها على شويه نشا. بقى انت ممكن على فكره ما تضيفيش نشا، يعني ممكن بدل النشا تكون تحط دقيق عادي خالص على فكره. بس النشا بس بتساعد انها تبقى السمبوسه كده مقرمشه معاك وحلوه. بتدي طراوه كده، بتدي قرمشه من بره، بتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره، بتبقى تحفه. يعني ما شاء الله بقى حاجه كده في منتهى الجمال. انا طبعا الطريقه ديت انا معتمداها في عجينه السمبوسه، بعملها على طول بتبقى عسل عسل كده. بدات بقى ان انا افرد ما شاء الله. افردي بقى بالمردانه بتاعتك، بالبطاطه، بالنشابه، باي حاجه زي ما بتسميها بقى. وهوسع نفسي وانا عايزه ارقها حلو يعني بحاول ان انا افردها حلو على شكل مستطيل كده، على حسب الرخام. بس طبعا الرخامه بتاعتي علشان مش كبيره قوي، مش مدياني مجال برضو ان انا افرد براحتي. بس انا عامه حاولت ان انا افردها كده على قد ما اقدر يعني. بصوا بقى طبعا انا بديرها كل شويه شويه على الوش ده وشويه على الوش ده، علشان العجين معايا كله يفرد. لان طبعا هي طبقات فوق بعض 4 طبقات. فانا لو عملت من ناحيه واحده اللي تحت هتبص تلاقي العجينه زي كشت كده معايا، مش هتفرد كلها حلو. فانا هفردها زي ما انت شايفه ما شاء الله اهو، زي ما انت شايفه كده لحد ما بصوا فردتها بقى خالص اهو.
انا بحبها تبقى رقيقه علشان تبقى السمبوسه كده معايا لما اجي اورقها كده تبقى رقيقه وحلوه. طبعا كنت جايبه صينيه بقى احطها على البوتاجاز تسخن زي ما انت شايفه. سخنتها حلوه قوي. وبعدين هبدا الفها بقى كده واحده واحده معايا كده. اي الصينيه دي طبعا بسخنها الاول كويس. وابدا الفها بقى كده لحد لما تستوي معايا. اول ما تستوي هنعرف انها استوت ازاي. هنبص نلاقي طبعا العجين بتاعنا اللي هو ابيض ده تبص تلاقيه بصوا اتحول للون. دخل في السوا كده زي ما انت شايفاه واتغير خالص قدامك اهو. وطبعا بصوا بلفها يمين وشمال او بدير الصينيه كده علشان خاطر ما تحمرش معايا وتاخد لون من تحت. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما احاولش ان اديها لون وفي نفس الوقت تبقى مستويه وحلوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. عليه افضل الصلاه والسلام. اهو بصوا بقى يا حبايبي. ما شاء الله ما شاء الله زي العسل بدات تورق معايا وبقت تنفخ كمان اهي. زي ما انتم شايفين اهو. انا بحاول ان انا امسح اي نشا عليها زياده. شايفين بدأت تنفخ بصوا وتروق وتورق اهيت ما شاء الله اللهم بارك. طبعا دي خدت لون معايا انا مش عايزه اديها اي لون خالص. فما شاء الله يعني طبعا النار انا معلياها. عملتها بقى على الوسط كده علشان مش عايزه اديها لون. بس عايزه اقول لك برده كانت طريه وكانت زي العسل يعني اللون ما اثرش فيها ولا حاجه بصوا. ورقت يا حبايبي وبقت حلوه ازاي ما شاء الله يا جماعه تحفه كده. هشيلها بقى طفت النار خالص. وهحطها كده في فوطه ولا حاجه لحد ما افرد التانية بنفس الطريقه. هفرد التانية برضو بنفس الطريقة. هفرد التانية زي التانية زي دي بالظبط كده. وبعدين كده ايه هسويها برضو بنفس الطريقة بالظبط. هفردها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. العجينة طبعا ارتاحت معايا وبقت سلسة بقى وبقت زي العسل. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص انا فردتها حلو وفردتها اكبر من الاولانية كمان لان ديت ما شاء الله كانت كبيرة شوية. بحاول ان انا افردها على قد ما اقدر اهو. خلاص اتفردت معايا زي الفل. هحط بقى الصينيه تسخن تاني. طبعا اللي انا طلعتها الاولانيه قمت مغطيها على طول بفوطه علشان خاطر ما تنشفش معايا. شلت بقى ديت واروح بقى على الصينيه كده واحطها على الصينيه على البوتاجاز. حطها على البوتاجاز انا طبعا بسوي كل واحده بشكلها بسويها على طول. اهو ما تبص بقى انا كنت ايه الكاميرا كانتش متديره كده فديرتها اهيت. بصوا اهو ما شاء الله ما شاء الله بصوا بقى. حطيتها في الصينيه كده وطبعا برضو زي ما قلت لكم انا بقى ايه بدير الصينيه يمين وشمال على طول. شايفين المره دي بقى خدت شكل الصينيه كلها ما شاء الله كبرتها عن المره الاولانيه. إيه لان العجينه ما شاء الله كبيره يعني بقى انا عايزه تبقى العجينه بتاعه السمبوسه معايا رقيقه خفيفه خالص. اهي بسم الله ما شاء الله بصوا اهيت خلاص. هديرها بقى بصوا ما شاء الله قبت يا جماعه ازاي بتقب وعسل عسل. العجينه كانت تحفه والله. والله تحفه تحفه كده. والتسويه بتاعتها ما بتاخدش وقت خالص وما تقلقيش اهم حاجه ندير الصينيه كده يمين وشمال زي ما انت شايفه لحد لما تستوي معانا. بصوا التوريقات بتاعتها انها بتنفخ وتقب معايا اهي. ما شاء الله بصوا اهو انا بوريكم انها مورقه ازاي وحلوه قد ايه. اللهم بارك اللهم بارك. الطريقه دي ناجحه جدا وجميله جدا تحفه يا جماعه تحفه. ما تفتكريش انك تشتري السمبوسه ابدا ما تشتريهاش. سهله جدا انك تعمليها في البيت ومقاديرها بسيطه قوي والله العظيم. ومش صعبه ما تستصعبيش حاجه ما تخافيش. بصوا شكلها من جوه. بصوا مورقه وحلوه قد ايه تحفه يا جماعه تحفه. خلاص كده استوت وبقت زي العسل. انا طبعا كل مره بطلعهم واحطها في فوطه واغطيها على طول. هجيب بقى الكميه بتاعتي ما شاء الله زي ما انت شايفه نبدا بقى نقص على طول. انا عايزه اسويها. طبعا يا حبايبي اللي بيطلع ده انا مش برميه. انا بحطه في كيسه كده لما يبرد في الفريزر. بطلعه بقى كده ايه احمره مثلا اعمله صينيه ام علي. إيه تعمليه مثلا. تحمريه بقى وتحط عليه منكهات كده للولاد. زي ما انت عايزاه يعني بس بيبقى تحفه كده اما تحمريه. وتعملي بيه صينيه ام علي كده تبقى عسل. بصوا اهو. ابدا بقى ان انا اقطع واحطهم كلهم قد بعض سوا بعض كده يعني ايه بقطع اول واحده واحطها على التانية عشان يبقى كلهم إيه قد بعض يعني بالظبط. اللهم بارك بصوا الجمال بصوا 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 يا حبايب قلبي شايفين الحلاوه. شايفه رقيقه قد ايه وهشه قد ايه وخفيفه عايزه اقول لك مفيش بعد كده بقى جمال. اهو اللهم بارك اللهم بارك تحفه. طبعا انا كنت سويت كله وحط كل اللي تطلع بقوم حطاها في قلب فوطه كده عشان تفضل طريه. وعايزه اقولك ان هو كله طري يعني ما شاء الله ما شاء الله العجينه كلها طريه معايا. وزي العسل. طبعا ده الزياده اللي بيطلع. بقوم حاطاه كده زي ما قلت لكم بعينه ما برميهوش.
اعمل بيه بقى زي ما قلت لكم ام علي، نحمره كده او نحطه في الفرن واحنا بنخبز ولا حاجه كده في صينيه لحد ما ياخد لون حلو، وتحمريه وتعملي بيه احلى ام علي، هيبقى عسل. او لو انت ولادك بقى بيحبوك يحطوا له منكهات طبعا، منكهات شيبسي بقى، منكهات بطاطس، اي حاجه كده وتحطها كده الولاد تبقى مقرمشه وتبقى زي العسل اهيت. هنبدأ بقى كمان اوريكم بقى التانية. بص بسم الله ما شاء الله، بصوا التوريق، بصوا الجمال، شايفين؟ شايفه يا جماعه؟ شايفين خفيفه قد ايه؟ شايفين خفيفه وهشه بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه تحفه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. بص انت ما تقلقيش، انت واحده واحده بس كده وانت بتسلكيها من بعضها، لان طبعا بتبقى خفيفه. انا عامه مخففاها، يعني هي رقيقه، انت ممكن كمان تعمليها تخينه عن كده كمان، هتبقى برضو حلوه. لو انت يعني ايه اول مره تعملها وكده وخايفه تنقطع معاكي، ما ترققيش العجينه قوي زي ما انا مرققاها كده، انا مرققاها جامد على فكره يعني، عشان انا بحب السمبوسه تبقى خفيفه قوي، مخليها رقيقه اهي. بس برضو اصبري بس عليها وهتسلك معاكي وهتبقى زي العسل، واحده واحده كده وهتسلك معاكي وتبقى زي الفل اهو ما شاء الله. ولو في واحده ولا حاجه انقطعت منك عادي، ما بصي ما مش هتبوظ يعني اهي، هتتلف برضو وهتبقى زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد، عليه افضل الصلاه والسلام. اوعوا تكونوا نسيت تحطوا لايك يا قمريه بقى، انزلي كده وحطوا لايك يا قمر، تسلم ايدك على اللايك من قبل ما تحطيه. ابدا اسلك كله بنفس الطريقه، ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، العجينه عسل وتحفه وما شاء الله عليها اهي. بصوا ما شاء الله اهي الكميه انا سلكت ديت، هسلك كل التانية برضو بنفس الطريقه وهوريها لك دلوقتي. اللهم بارك اللهم بارك. بصوا اهي، طبعا هي العجينه معايا خفيفه قوي، يعني ممكن ابص لو جبت قطع فيها صغير ولا حاجه لان العجينه خفيفه جامد، فمش مشكله عادي خالص. اهم حاجه اهي، بصوا اصبري عليها وهتتسلك معاكي وتطلع بمنتهى الجمال اهو. بصوا اهي تحفه يا جماعه تحفه، وكلها طريه جدا، مفيش حاجه معايا ناشفه، العجينه مش ناشفه خالص. اهم حاجه تسوي، وبعد ما تسويها على طول تقوم مطلعه كده فوطه فوطه جنبك وحاطه في الفوطه ومغطيه لحد لما تخلصوا كل كميه السمبوسه بتاعتك. وابداي بقى ايه سلكيها من بعضها بالراحه كده. وعايزه اقول لك حاجه كمان، سلكيها وهي دافيه، ما تسيبهاش تبرد، علشان خاطر لو بردت معاكي مش هتعرفي تسلكيها من بعضها، لازم تتسلك يا حبيبتي وهي بصي دافيه كده اهو. بصي بالراحه واحده واحده كده عليها وهتتسلك معاكي، لازم يكون عندك صبر وطولة بال اهو. بصوا بصوا الجمال، بصوا خفيفه قد ايه. عايزه اقول لك اللهم صل على النبي تحفه يا جماعه والله العظيم، هتعجبك قوي هتعجبك يعني ما شاء الله. ما تكسليش اعملي كده، لو هتعملي كوبايتين 2 دقيق بس وتجربي فيهم مش مشكله خالص. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي اهو يا حبايب قلبي. انا بحاول ان انا ايه يعني افككها اكتر اكتريتها كده قدامكم، انا طبعا ما فكتهاش كلها قدامكم لان ما شاء الله هي الكميه كبيره، فانا فككت كام واحده كده قدامكم، حتى والله اللي كانت بتنقطع ما حذفتهاش يعني. بصوا انا سايبه الفيديو بتلقائي خالص قدامكم، واللي تنقطع مني او تتخرم كده عادي مش مشكله خالص يعني، خرم صغنن كده مش هيضرني، وبعدين ده مش كتير يعني، هما 2 3 تقريبا او كده اللي اتقطع، لان انا كنت مرققه العجينه جامد. يعني لو انتوا حابينها تبقى العجينه، بصي خلي العجينه تخينه شويه، لو انت مش حباها رقيقه كده وخايفه تنقطع منك، بس بصي اهي ولا اي حاجه خالص اهي بمنتهى البساطه، بنسلك كده ونطلعها ولا بتفرق معانا حاجه. اهم حاجه بس يكون عندنا صبر وطولة بال كده، ونفكك ونطلعها هتطلع بمنتهى السهوله وزي العسل اهو. بصوا بصوا يا جماعه اهيت اهي، خلاص سلكت كله ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم شايفين الكميه اللي طلعت لي؟ اللهم صل على النبي اللهم بارك. بصوا اهمت، والله انا حطيتها دي كل الكميه اللي طلعت يا جماعه، الا الزيادات بس اللي انا شلتها. كميه حلوه قوي ما شاء الله، زي ما قلت لكم هتكفيكي رمضان وبعد رمضان كمان بفتره. ما شاء الله ما شاء الله كميه حلوه قوي هتعجبك باذن الله. اتبعي بس الخطوات. معلقه الخل يا جماعه بتفتح لون العجين وبتخليه كده هشش وحلو، انا بحب الخل في المعجنات، ما بتكترش يعني، حطي معلقه واحده بس.
فيديو السمبوسه اللي كنت قايل لكم عليه عملته لكم اهوت بطريقه سهله جدا وبسيطه، ويا رب يعجبكم. وطبعا طريقه اللف طبعا مفيش اسهل ولا ابسط منها، زي ما انتم شايفين اهيت اتلفت معايا وزي العسل اهو. ايه رايكم بقى في الجمال؟ يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وشوفوا الكميه اللي طلعناها تحفه يا جماعه، حلوه قوي قوي. ما تنسوش اختكم بقى باللايك الحلو بتاعكم كده، وتصلوا على رسول الله في الكومنتات. انا بحاول ان اوريكم ان هي طريه قد ايه، طريه جدا، مفيش ولا واحده ناشفه معايا. اللهم بارك عليها كده، حاجه كده زي العسل يا جماعه والله. شايفين؟ وخفيفه وخفيفه بقى، وما اقولكوش على الخففان بتاعها. انا بحبها خفيفه كده، مش عايزه. انا ممكن كنت تخنتها عن كده، بس انا حابه السمبوسه تبقى رقيقه وخفيفه، بحيث تيجي تقليها ما تشربش معاكي زيت، وتبقى كده مقرمشه وهشه وحلوه قوي. ان شاء الله باذن الله في رمضان بقى، وكل عليكم كل سنه وانتم طيبين كده، هنبقى نطلع منها ونحشي بقى حشوات بقى قدامكم ان شاء الله حلو وحادق. وهنشوف بقى ايه هنعمل فيها إيه باذن الله، يعني ان عشنا وربنا ادانا طول العمر رمضان باذن الله. اهي يا حبايبي ما شاء الله طريه وحلوه وما شاء الله عليها، والكميه تحفه. بصوا اهي، شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله ما شاء الله.